في نصر أكتوبر العظيم كان لقريتنا نصيب من البطولة، من هنا خرجوا رجالة واجهوا النار والرصاص وكتبوا إن حتى القرى الصغيرة جواها قلوب كبيرة بتحمي وطن كامل، أبطال من بلدنا شاركوا في صنع النصر وحكايتهم لازم تتقال، في حياتنا أبطال كتير بس أحيانا البطل مش لازم يكون مشهور ولا صورته في الكتب، ساعات البطل يبقى جدي، الراجل الطيب الحنين اللي شارك في 6 أكتوبر وكان قلبه أطيب من أي كلام. جدي مكانش مجرد جندي في حرب أكتوبر، كان إنسان قلبه مليان حنية، كل اللي يعرفه كان بيقول ده راجل طيب ميعرفش يجرح حد ولا يكسر خاطر أي إنسان. البطولة مش إنك تحارب بس، البطولة كمان إنك تعيش بطيبة وتسيب أثر جميل في قلوب الناس. لما قامت حرب أكتوبر جدي مترددش لحظة، راح يحارب بكل قلبه، كان بيحكي إن هو بيعبر كان يسمع تكبير الجنود، سمع التكبير من الجنود، حس إن السما نفسها بتفتح ليهم الطريق، ورغم الخطر قلبه مكانش فيه غير الإيمان. لما إيمانك يبقى قوي بتقدر تواجه أي خوف مهما كان كبير. بعد ما رجع من الحرب متغيرش، فضل زي ما هو الراجل الطيب الحنين، محبش يحكي عن نفسه كبطل، بالعكس كان بيقول البطل الحقيقي هو اللي ضحى بروحه اللي استشهد. التواضع أعظم صفات البطل، البطل الحقيقي ما بيشوفش نفسه، بيشوف اللي حواليه. جدي يمكن ما كتبش اسمه في كتب التاريخ لكن اتكتب في قلوبنا، اتعلمت منه إن الطيبة بطولة وإن التضحية بطولة وإن حب البلد مش كلام، حب البلد فعل، وكل ما افتكره أحس إن لازم أكمل الطريق اللي هو بدأه.